قبل مغرب يوم 8 يونيو سنة 67 تعدي آخر فرقة للقوات المسلحة قناة السويس للضفة الغربية. بعدها على طول يتم قصف كل الكباري الموجودة على القناة. الفرقة دي اتأخرت جدا في العبور عن باقي الجيش، ضيف لكده كمان الظروف اللي أجبرتهم على دخول عمق إسرائيل 5 كيلو، وكل ده من يوم 5 يونيو 67 يوم النكسة، ويرجعوا قاطعين سينا بأكملها لحد ما يعدوا الضفة التانية للقناة يوم 8 يونيو. واسمع، خسائرهم كانت أقل خسائر في فرق القوات المسلحة المصرية المنسحبة من سينا، وده كان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم قائدهم. يا ترى مين القائد العظيم صاحب القلب الميت ده؟ خلي بالك هتنبهر بحجم القوات اللي كانت معاه. طب وإيه الظروف اللي أجبرته على دخول إسرائيل بعمق 5 كيلو يوم 5 يونيو يعني يوم النكسة؟ وإيه الصعوبات اللي واجهها وشاف إيه بقواته في ال3 أيام دول؟ وإزاي أصلا قدر يحافظ على قواته بأقل الخسائر لحد ما عدى للضفة التانية للقناة؟ خلي بالك كان مرصود بالنسبة لقوات العدو وكان مكشوف بالنسبة للطيارات من يوم 5 يونيو. المنطق يقول ان المجموعة دي بأكملها كانت في عداد الشهداء، صح كده؟ دي الأسئلة المهمة، وعشان نجاوب عليها لازم تعرف أصل الحكاية. يوم 4 يونيو سنة 67 يعني قبل النكسة بيوم، يوصل ضابط اتصال برسالة من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لمقر فرقة اللواء سعد الدين الشاذلي، واللي كانت على بعد 20 كيلو متر من الحدود الدولية مع إسرائيل وسط سيناء. وكانت فحوى الرسالة للشاذلي بضرورة الحضور باكر يعني صباح يوم 5 يونيو لمطار فايد لحضور الاجتماع اللي هيرأسه القائد العام للقوات المسلحة، وكان المشير عبد الحكيم عامر في التوقيت ده. المهم ان الرسالة ديت كان موجه زيها لكل قادة الافرع والفرق داخل سيناء. موقع فرقة الشاذلي عن مكان الاجتماع كان بيبعد تقريبا 200 كيلو متر، فتم ابلاغه بحضور طيارة هليكوبتر لاحضاره لمكان الاجتماع. اليوم التالي الساعة 6 صباحا يوم 5 يونيو سنة 67 تقلع الهليكوبتر بالشاذلي لمطار فايد ويحضر في مكان الاجتماع ويقابل زملائه من قادة الفرق والافرع، وكلهم منتظرين المشير عبد الحكيم عامر. وفي تمام الساعة 8 صباحا يسمع الكل أصوات انفجارات في المطار. يطلعوا يستكشفوا الأمر يلاقوا المطار بينضرب من الطيران الإسرائيلي، الكل في حالة ذهول. وبسرعة يجيلهم إخبارية إن طيارة المشير عبد الحكيم عامر بسبب الضرب لفت ورجعت لمقر القيادة من تاني. ويوصل لهم في اللحظة دي إن كل المطارات الحربية بطياراتها انضربت على الأرض. أصبح مطلوب دلوقتي من كل قائد فرقة إنه يرجع حالا لفرقته ويقود مجموعته. كل القادة جايين بعربيات إلا الشاذلي الوحيد اللي جاي في طيارة، وطبعا مستحيل يرجع بيها لان اصبح الطيران الاسرائيلي مسيطر على المجال الجوي كله في سيناء. رجع لاقرب نقطة لفرقته في عربية مع قائد لفرقة مجاورة اسمه اللواء نصار، ومنها اعطاه اللواء نصار عربية عشان يرجع بيها لمقر فرقته. ويوصل الشاذلي لفرقته حوالي الساعة 3 بعد الظهر، واللي حسبه لقاه الطيران الاسرائيلي اغار على فرقته اكتر من مرة. الجنود والضباط في فرقة الشاذلي كانوا مش فاهمين حاجة وفي حالة ارتباك. المشكلة ان موقعهم كان مكشوف جدا للعدو، وبعد تفكير طويل للقائد الشاذلي استمر حوالي ساعة. الاتصالات مقطوعة تماما عن القيادة في سيناء عشان يستطلع الامر، فيحاول الاتصال بالقيادة العامة في القاهرة لكن الاتصالات كلها مقطوعة. كل شغله شاغل في اللحظة ديت انه يحافظ على القوات بتاعته من القصف الاسرائيلي. يجيب الخرايط ويلاقي منطقة جبلية بعمق 5 كيلو متر داخل اسرائيل. لو اجتاز الحدود ووصل للمنطقة الجبلية واستقر فيها هيكون في مأمن من الطيران الاسرائيلي. ياخد القرار ويتجه شرقا باتجاه العمق الاسرائيلي. اتحرك اللواء الشاذلي بحوالي 1500 فرد مقاتل و30 دبابة، ووصل بالقوات في المنطقة الجبلية وكان بين جبلين وبينهم وادي منعرج. الطيران الاسرائيلي رصده وشافه لكن ما قدرش يضربه بسبب صعوبة تضاريس المكان اللي كان فيها مجموعة الشاذلي، وده كان اختيار ذكي جدا للموقع من القائد. وعدى يوم 5 يونيو على مجموعة الشاذلي بسلام، والخسائر كانت طفيفة جدا تكاد لا تذكر. ومع حلول يوم 6 يونيو يبعت الشاذلي ضابط اتصال لاستطلاع الامر داخل سيناء، لكن وعلى حسب شهادة الشاذلي ان الضابط راح ومرجعش. ويقول الشاذلي ان كان في مناوشات وقصف متبادل من حين لاخر مع القوات الإسرائيلية البرية على بعد حوالي من 2 ل 3 كيلو متر. ويعدي يوم 6 يونيو ويجي يوم 7، وكل مصادر المعلومات للشاذلي وفرقته بسبب انقطاع الاتصالات هو الراديو. إذاعة العدو يسمع فيها عن دخول العدو ورفح
والعريش. لكن للحظة ديت الشاذلي وفرقته كان وضعهم مستقر ومطمئن، لأن الطيران بكل بساطة مش عارف يقصفه. ونيجي العصر يوم 7 يونيو يتلقى الشاذلي اتصال من القيادة العامة في القاهرة، واتقال له في المكالمة ديت انت موجود ليه في مكانك؟ انسحب فورا، العدو وراك. وهنا أدرك الشاذلي حجم الكارثة اللي حلت بالجيش المصري. بدأ الشاذلي يفكر في خطة الانسحاب بحيث يحافظ على مجموعته بقدر الإمكان. هيقطع مسافة من عمق إسرائيل ب5 كيلو مرورا بسيناء أكملها للضفة الغربية للقناة، وكل ده وطيران العدو من فوق وممكن يقصفهم في أي وقت. وهنا قرر الشاذلي العودة والتحرك بقواته ليلا يوم 7، لكن هيسلك طرق غير الطرق المعتادة حفاظا على قواته. وبالفعل يتحركوا ويمشوا مسافة 100 كيلو متر، وده عند أول ضوء نهار يوم 8 يونيو. وفي اللحظة دي الخسائر كانت طفيفة والأمور كانت على ما يرام، وكانت مجموعة الشاذلي على بعد 90 كيلو متر شرقا من مدينة الإسماعيلية، وبدأوا في المسير مرة أخرى وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. طبعا القوات في صحراء مكشوفة والنهار طلع والطيران رصدهم، وبالفعل الطيران الإسرائيلي استهدفهم وكان له أولويات في القصف. قصفوا الدبابات أولا وبعدها عربات الأسلحة والذخيرة. خسرت مجموعة الشاذلي وقتها حوالي 80% من الدبابات، بالإضافة لاستشهاد وإصابة بعض الجنود. لكن في المجمل العام كانت الخسارة معدات وأفراد لا تتجاوز 20%. وواجهت مجموعة الشاذلي قصف عنيف من طيران العدو، وكانت أكبر خسائره يوم 8 يونيو. لكن قدر القائد بخبرته وذكائه إن يجتاز بقواته 90 كيلو الباقية لحد القناة. ويحكي الشاذلي إنه أثناء سيره داخل سيناء أدرك كم الكارثة اللي فيها الجيش المصري واللي لحقت بقواتنا المسلحة في التوقيت ده. دبابات محترقة ومجنزرات وعربات تشتعل فيها النيران. وقبل غروب نفس اليوم تعدي مجموعة الشاذلي الضفة الغربية لقناة السويس، وبعدها على طول يتم قصف كل الكباري والممرات على القناة. لكن يسطر الشاذلي ومجموعته تاريخ ولا أروع في البطولة والذكاء وعدم الاستسلام، وكان ولا يزال وسيظل القائد والجندي المصري قدوة وتاريخ يدرس عبر الأجيال وللعالم أجمع، وقوة وملحمة حافظة لمقدرات الشعب المصري وأراضيه، ورادعة لأي عدو غادر على مر الأزمان. حفظ الله مصر أرضا وشعبا وجيشا. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون.